بسم الله الحي القيوم الباقي وغيره لا يدوم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الى ان يوم القيامه يقوم. ازيكم يا زور حضانه البستان، عاملين ايه؟ الحمد لله، يا رب دايما تكونوا كويسين. هنشتغل مع بعض النهارده يا فرات، هنفرق بين التاء المربوطه والتاء المفتوحه، عشان ايه اما نيجي نتملى نبقى شاطرين خالص في الامل. خلاص احنا اتفقنا قبل كده يا اولاد حروف اللغه العربيه كم حرف؟ 28 حرف. طيب الحروف دي مع التنوين بالفتح، احنا درسنا التنوين بالفتح، الحروف دي كانت مع التنوين بالفتح قويه ولا ضعيفه؟ ضعيفه. بتقول لي هاتي لي ايه؟ ألف مساعد. بتقول لي هاتي لي ايه؟ ألف مساعد، لأن التنوين بالفتح تقيل ومش قادرة تشيله، الحروف مش قادرة تشيله، فبنجيب معاها ايه؟ ألف مساعد. ما عدا مين يا ولاد في ال 28 حرف؟ ما عدا مين؟ عسل عسل يا أحمد. ما عدا مين؟ التاء المربوطة. بتقول لي أنا قوية مش عايزة ايه؟ ألف مساعد. ازاي يا ولاد؟ أخدنا قبل كده كلمة زي شمعة، شمعة. ها اجيب بعدها الف مساعد؟ لا. شاطرين. بتقول لي انا قويه، التاء المربوطه بتقول لي ايه؟ انا قويه مش عايزه الف مساعد. لكن لما درسنا يا ولاد السكون، سواء السكون اللي في الكتاب العادي او سكون راس الحق اللي في المصحف، الحروف كلها مالها؟ الحروف كلها مع التنوين مع السكون قويه، ما عدا مين؟ التاء المربوطة. بتقول لي ايه؟ يانا انا جبانة، انا بخاف من السكون، انا هتحول. التاء المربوطة مالها؟ هتتحول. طيب يا ولاد هتتحول ايه؟ ميم؟ لا. هتتحول فاء؟ لا. هتتحول عين؟ لا. هتتحول صاد؟ لا. انما هتتحول لايه؟ لهاء ساكنة. هتتحول لايه؟ هاء ساكنة. ازاي يا ولاد؟ نطبق مع بعض. اما اقول كلمة مثلا زي مدرسة، ها انا بملي فرات وبقول لها اكتبي لي، اكتبي كلمة مدرسة. فرات هتفكر، طب هي يا ترى اكتبها تاء مربوطه ولا تاء مفتوحه؟ اعمل لا زعلانه منكم. بعمل ايه؟ بفكر بسرعه 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 عشان الابله بتملي بسرعه، وبعدين اقوم قايله ايه؟ انا هدخل عليها السكون. طيب اما ادخل السكون على المدرسه هتبقى ايه؟ مدرسه. مدرسه. يبقى هي الوقت يا اولاد فضلت تاء ولا اتحولت لهاء ساكنه؟ اتحولت لهاء ساكنه، هتبقى مدرسه. مدرسه. طيب نبص بقى التاء المفتوحه مالها يا اولاد؟ قويه مش بتخاف من السكون، بتفضل زي ما هي تاء، لكن بتبقى ايه؟ تاء ساكنه. نفوق مع بعض، يلا صلوا على النبي. طيب كلمة زي ما اقول ايه؟ رأيت. انا بسأل ياسين بقول له يلا ياسين اكتب لي في الكراسة رأيت. ياسين هيفكر بسرعة بسرعة يقول ايه؟ يا ترى رأيت تاء مربوطة ولا تاء مفتوحة؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ عسل. ادخل عليها ايه؟ السكون. لو فضلت زي ما هي تاء يبقى هي تاء مفتوحة، لو خافت وتحولت يبقى هي تاء ايه؟ مربوطة. يلا اقول رأيت رأيت رأيت. الله، ده التاء موجودة بس عليها سكون، يبقى هي هنا التاء مالها؟ مفتوحة. يبقى التاء مالها؟ مفتوحة. طب انا هسأل تلا، قولي لي يا تلا اما اقول لك كلمة زي نجمة، ها اكتبي، يلا اكتبي كده، انا هكتب في الاملا اهو. نجمة، يا ترى التاء مربوطة ولا مفتوحة؟ عسل يا احمد، زعلانة منك يا تلا. تاء مربوطة لان هي ايه؟ على ضم. لا مش على ضم، حطينا لها سكون فخفت من السكون التاء المربوطة وتحولت بقت ايه؟ هاء ساكنة. ها نجمة. 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 هنا تاء يا ولاد ولا هاء ساكنة؟ هاء ساكنة. يبقى الاصل بتاعها كانت تتكتب بالايه؟ بالتاء المربوطة اهي نجمة. ها هدخل عليها السكون هتبقى ايه؟ نجمة.
نجمة. يبقى هي تتكتب بالايه؟ بالتاء المربوطه. سهل يا اولاد دلوقتي نفرق بين التاء المربوطه والتاء المفتوحه في حصه الاملاء. طيب اما اقول كلمه زي علمت، ها يا ترى تاء مفتوحه ولا تاء مربوطه؟ مفتوحة. عشان ايه؟ دخلت عليها السكون بقت ايه؟ رأيت. بقت ايه؟ رأيت. فضلت موجوده التاء لكن عليها سكون. ويا رب تكونوا استفدتم، والسلام عليكم.